من الخرطوم ينضم إلينا الآن الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع. السيد محمد حمدان، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج أخبار الليلة. إذن ما الذي يجري الآن من تطورات بينكم وبين الجيش؟ هل فعلا الجيش استطاع السيطرة على الكثير من المناطق والقواعد التي وصلتم إليها في الساعات الماضية؟ نحن لو دارين نتكلم بس في المواقع ما في حاجة. هو نحن موجودين الآن، موجودين بالدليل وقاعدين نتكلم معاكم. ما في حتى نحن استلمناهم ورجعوها لعند الآن. نحن كل المواقع اللي استلمناها موجودين فيها، باقي لهم مواقع بسيطة. ونحن من هنا ندعو شرفاء القوات المسلحة انضمام لخيار الشعب، وبرضه نحن من هنا بنقول للشعب الثاني نحن معاكم، نحن مع خيار الشعب، نحن مع الثوار، نحن مع العملية السياسية الماشية، نحن مع خروج المؤسسة العسكرية تماما من السياسة أو الحقل السياسي. فنحن ده كله كذب. انا تكلمت كثير في الحته دي، ما تسمعوا اكاذيبهم، دي اكاذيب، دي اكاذيب ساكت، يعني ما في حاجه. بس بردوهم، ما بردوه كيف ما بتتردى. الجيش يتحدث عن تطويقه لمطار مروي، كذلك عن صور متداولة لاستسلام عناصر قوات الدعم السريع في النيل الأزرق، والكثير من الأنباء والتفاصيل حول استسلام أو سيطرة الجيش على هذه المقار. تنفون كل هذا؟ والله النيل الازرق انا ما متاكد. النيل الازرق عند الان انا ما عندي اتصال، ما عندي اتصال، انا مشغول بالاداره العمليه في الخرطوم. لكن نشوف النيل الازرق عشان ما ارد كلمه كاذبه، اشوف هل الكلام ده حقيقي ولا ما حقيقي. لكن ممكن يلبسوا ناس كاكي بتاع الدعم السريع، هم متعودين، والكاكي حقهم هم بتاع الدعم السريع من سور بتاعتهم تبعهم. يعني ممكن يلبسوا الناس كاكي يقولوا ده استسلموا. لكن احنا عند الان ناسنا كلهم ما عندنا دول استسلم. قالوا له عثمان الان قائد العمليات، هم دي اكاذيبهم طبعا، زي ما انا قلت قبل شويه، دي اكاذيبهم. الجيش السوداني وصفكم بالمتمردين، هل لديكم توصيف اخر للتحرك الذي قمتم به؟ احنا ما بنقول الجيش، احنا بنقول البرهان وعصابته هم المتمردين وليس الجيش. الجيش السوداني احنا الجيش على راسنا، جيشنا جيش الشعب السوداني، جيش الشعب، ما جيش برهان. احنا ما بنقول الجيش، احنا بنقول العصابه الحاكمه الجيش، العصابه الحاكمه الجيش. فالجيش نحن كتار من اخوانهم الان انضموا، كتار من اخوانهم الان في الاسر والان في الحفظ والصون، واحنا ديل ضباطنا واخواننا. احنا ما حنقدر احنا الا نقاومنا بالسلاح، دول ما قاومنا بالسلاح احنا ما حنقاوم نهائيا. تحدثت عن عصابه داخل الجيش، من تقصدون؟ اقصد العصابه رئيس برهان وعصابته من علي كرتي واسامه عبد الله والعصابه تحت الحركه الاسلاميه في الجيش. نعم. هل تواصلتم مع أي جهات الآن من أجل، أو تواصلت معكم جهات محلية أو دولية من أجل الوساطة بينكم وبين الجيش أو بينكم وبين البرهان؟ احنا ما عندنا اتصال مع أي برهان، ما عندنا أي اتصال مع البرهان. البرهان يستسلم، بس ما استسلم بنستلمه، ما أصلا ما عندنا معه كلام أكثر من كده. إذا تنتظرون فقط الاستسلام، المواجهات ستصل فقط لاستسلام الجيش بحسبكم؟ لا نحاولوا، احنا نحاولوا الآن، هو محاصر. تقولون مرة أخرى سيادة الفريق أول، الجيش محاصر أو البرهان محاصر الآن وتنتظرون استسلامه؟ محاصر الجيش القوم خلاص. الجيش القوم اللي استسلم والما استسلم يعني في قتلى كتار جدا بدنا ومنهم. والآن نحن الحمد لله يعني بالنسبة انا ما داري اتكلم عنهم، احنا مسيطرين، الحد فر وكر. لكن احنا الان كل القواعد اللي استلمناها الحمد لله كلها تحت يعني هي موجوده. والان احنا بنتكلم عن استسلام البرهان، احنا الان نتكلم عن استسلام البرهان. كانت هناك بعض الوساطات من قبل الكتلة الديمقراطية وحتى المركزي بينكم وبين الجيش السوداني، أو بينكم السيد حميتي وبين السيد البرهان. تحدثتم بلهجة إيجابية أمس عن أنكم لن تضعوا شروطا أو أي عقد قبل الجلوس إلى السيد البرهان. السيد البرهان في الأخير كذلك تحدث عن بعض الأجواء الإيجابية بحسب الكتلة الديمقراطية، وفي الأخير اندلعت هذه المواجهات. ما الذي حصل لاحقا؟ ما هو قلت لك كذاب، هو أصلا خادعهم، هو خادعهم اصلا. انا كلمتهم، انا قلت له انا موافق، لكن نحن فاجأنا 4 صباحا بمحاضره كل معسكراتنا لقفل الكباري، انقلاب كامل الدسم، لكن فشلناه والحمد لله. ما الذي تقصدونه؟ ما الذي حصل بالفعل؟ ما الذي أشعل هذه المواجهة بعد وساطة كانت تسير نحو بعض الأجواء الإيجابية؟ حاصر المعسكرات بتاعتنا، حاصر المعسكرات، الكلام مش واضح، حاصر المعسكرات بتاعتنا.
بقوات حاصر المعسكرات كلها. نعم. كنتم نشرتم كقوات دعم سريع فيديو لجنود مصريين وقلتم انه مستسلم، وفي المقابل المتحدث باسم الجيش المصري رسميا هو قال بانهم كانوا في اطار تدريبات ومناورات مع الجيش السوداني، ويسعى او يطلب من الجميع الحفاظ على امنهم وسلامتهم. احنا ملتزمين. نعم. احنا ملتزمين بامنهم وسلامتهم. احنا ملتزمين بامنهم وسلامتهم، الا الاشتباكات، في اشتباكات هنا وهناك بتجي علينا وهم موجودين معنا، لكن احنا في امنهم وسلامتهم احنا ملتزمين تماما. ولكن من هم؟ تتكلمت عن عسكريين الان كنت قاعدين عندهم تدريبات في القاعده. نعم. انا بتكلم عنهم هم ذاتهم. إذا أنتم كذلك تشددون على أنكم تحافظون على أمن وسلامة الجنود المصريين. نعم نحافظ، هم في الحفظ والصون مع اخوانهم موجودين الان، ونحن باقرب طريقه انه نحن نخليهم طوالي لدولتهم ان شاء الله، حسب رغبتهم هم، حسب رغبه اخواننا المصريين. نعم. بعد هذه المواجهات الى اين وصل الحديث عن اي اتفاق نهائي، وخاصه الملف الخامس ملف الاصلاح الامني والعسكري؟ والله الان ما بنتكلم عن اصلاح امني، الان نتكلم عن استسلام البرهان. بعد استسلام البرهان احنا كلنا اخوان وكلنا جيش واحد، وان شاء الله حنصل لاتفاقات تمرق البلد ان شاء الله للمستقبل باذن الله، لكن ده كلام سابق لاوانه. ولكن النقاط التي عقدت الوضع وأوصلتكم إلى هنا إلى هذه المواجهات هي نقاط عسكرية تقنية في البداية بينكم وبين الجيش السوداني. هل صحيح أنكم وضعتم شروطا تعجيزية في الساعات الأخيرة الماضية؟ هل فعلا وضعتم شروط تعجيزية تتعلق بإقالات في الجيش؟ احنا ماشيين على نفس الاتفاق، احنا وضعنا اي شروط، كل المقترحات اللي اقترحوها لنا في المجموعه احنا وافقنا بها. فده كلام سابق لاوانه، ودي نتكلم فوقه لاحقا ان شاء الله، لو حيينا هنتكلم فوقه لاحقا، لكن احنا ما عندنا اي احنا دي ذريعه، هو ذريعه داير تخارج من الاتفاق الاطاري بس، لكن دي ذريعه هو عاملها، دي حاجه معروفه طبعا ما في داعي نتكلم فيها. نعم. هناك مواقف دولية لا أعلم إلى أي حد تابعتها سيد محمد حمدان، بينها أمريكية أوروبية غربية، تتحدث عن ضرورة التراجع. كيف تردون على هذه الدعوات؟ نحن نحترم العالم كله حولنا، أشقائنا العرب، كل الناس المواقفين مع الشعب السوداني، ونحن ما دعاة فتنة ولا دعاة حرب، ونحن بنشكر كل الأحزاب السياسية بما فيهم الموقعين الكتلة الديمقراطية. نحن ما عندنا مشكلة الآن، احنا دايرين كيف استسلام البرهان، العائق الحقيقي للاتفاق هو البرهان، ونحن دايرين هو يستسلم عشان نوقف المعركه دي ونمشي طوالي في العمليه السياسيه، وان شاء الله حيحصل ناس من القوات المسلحه وينضموا للعمليه السياسيه لخيار الشعب ونمشي لقدام. احنا خلاص كعسكريين مرقنا من السياسه، مشينا رجعنا للسكنات، وده شيء متفق عليه. سياسيا من يدعمكم في هذا التوجه او في هذا الطرح استسلام البرهان بحسبكم؟ نحن بدعمنا كل الشعب السوداني في هذا التوجه، ده خيار الشعب، ده نحن نحز له من 2011، ده خيارنا نحز له من 2011 نحن. ولكن كأطراف سياسية، كأحزاب، كحركات، كل الكتلة الديمقراطية ضربوا علي من الصباح، هم زعلانين وادانوا هذا العدوان، والموقعين من الحرية والتغيير لجنة الاتصال والموقعين كلهم دانوا هذا التصرف الجبان. ونحن كل الان الناس الدارين التحول الديمقراطي، الحزب السياسيه، رجال المقاومه، الشباب، كل الناس الدارين التحول الديمقراطي الحقيقي هم واقفين معنا الحمد لله. نعم. اذا سياده الفريق اول، اذا سمعتم من المركزي او القوى الموقعه على الاتفاق الاطاري تنديدا بتحرك الجيش ووصفه بالتحرك الجبان، هكذا نقلتم على لسانهم؟ سيد محمد حمدان.